حد منكم فكر طوال السنين هذه كلها ينصفني؟ يا قاسم يا قاسم، الله بيشهد علي انه ما كنت عارفان كل هذا اللي صار. انت ليش ما خبرتني؟ ليش؟ كنت بنصفك وبرجع لك ارضك وارض ابوك. انا عارف ان قلبك طيب لانك ما تربيتش بين هول الوحوش، وبعدها كم عترد من مظالم. وانا على فكره ما انتقمش لنفسي، انا انتقمت علشان كل مظلوم. 4 3 2 أكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، أنتم معنا ونحن معكم على قناة قلاقل تيوب براقب. طبعا أنا عارف مش متعودين أني أغيب عليكم، ولكن الغايب عذر معه. لا تدروا ويش وقع ويش حصل، وأنا معي ألف عذر، وإن شاء الله الأيام الجاية أهلين. هلا والله، حي الله. إيه والله بنتابعين فوق العين والراس. الجنان مسرع من اول يوم عاتم على قبال الكاميرا، ما فعل شيء هكذا قاسم وقد لمعيزني بس هو ساوى كل شيء مره واحده. شوف انا عمي قلاقيل، لازم تعرف المشاهدين اني هلا صرت من ضمن الطاقم، بلا من اوديه وتحب نفسك وتكون اناني، بلا ما تعقد وساوي مثل ما ساوى قاسم. لا تفعل مثل قاسم ولا تعقد ولا شيء. اطلع ريك وجي جنبي وقد يتيك ليلة الجن، قدني باغر منك ومن ما فعل قاسم. ايوه يلا نطلع ريك. 4 3 2 أكشن. طبعا يا حبايب القلب، قبل ما ننهي فيديو لهذا اليوم معنا مفاجأة كبيرة. انضم إلى طاقم قناة قلاقل تيوب فنان رائع من سوريا، مصور عظيم وله أعمال كثيرة درامية وكوميديا وأكشن. أعرفكم على ملك التصوير سليم المعروف بالناموسة. ايه والله اهلا والله بالمتابعين فعلا، اللهم بارك في شامنا ويمننا. طبعا صار معنا قناه جديده وان شاء الله تعجبكم ويكون فيها احلى تصوير، ومثل ما قال المثل التصوير السليم مع امك سليم. قلاقل لقناه قلاقل تيوب براقب. ابو بيامعي لا مالك، انا دبابه وما هو. يلا شيخ خلي معي. اسمع، احنا عنكم نجي لك كل يوم هذا الوقت ونبز منك الحليب والسمن والزبده، واعرف من الجمعيه تفعل لك تسويق عالمي، واعرف دع. تمام، وابشر بسعر يرضيك ويرضي المستهلك. اذا اي خدمات سلام خاطرك. الله يفتح عليك. سامح. ايوه عم اعطيك. قلت لي عارف امس واليوم ما نزل يتابع امور الجمعيه وكل شيء ماشي على ما يرام، كل شيء سابر. ما ايوه يا عمتي، كل حاجه سابره. كيف كل شيء سابر؟ لا سابر يا شيخ. وعارف ما بحده، كل شيء مربوط به والمفروض يتواجد يومي، وتقول لي كل شيء سابر؟ سامح. يا شيخ تضحك علي يا مت. كل وين عارف يا شيخ؟ ماشي انت اللي له مقلب حاجة. يا خلاص شو اقول لك كل حاجة. حاجة الصدق يا شيخ، مثلنا الشيخ عارف متضايق من موضوع قاسم، وشكله ناوي على خبر وعل، والظاهر انه يشتري اعتبار القرية ويأدب عايض وجبران.